الذنب اللي بتعمله وانت قافل الباب، الناس كلها شايفاك انك كويس بس انت من جواك مكسور وضعيف. تصلي بس حاسس انك مش نضيف، تحاول تتوب وترجع تغلط، تتوب تاني تغلط تاني، ويبقى عندك سؤال واحد: افضل على كده لحد امتى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي انساتي سادتي عزيزي المستمع. ربنا شايفك وعارف انك بتتوجع، عارف انك بتبكي من جواك، عارف انك بتعافر وبتحاول بس لسه مش قادر. مشكلتك مش في الذنب، مشكلتك انك استرخصت الخلوة مع ربنا واديتها للذنب. ايه رأيك تجرب حاجة مختلفة؟ بدل ما تبقى الخلوة معصية، خلي الخلوة دي مثلا لقراءة القرآن، للصلاة. حاول ما تقعدش لوحدك او تقعد في اوضه تقفل على نفسك الباب. انت محتاج لحظه صدق، مش طويله ولا معقده، بس صافيه، تقول فيها: يا رب انا مش حلو بس انا راجع، انا ضعيف بس عاوز اتغير، انا متبهدل بس طمعان في رحمتك يا رب. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب اللي بيتوب حتى لو بيقع في الذنب 1000 مرة. مش حد بيرجع لربنا ويخسر، لكن كل اللي بعد عنه تايه وموجوع حتى لو بيضحك قدام الناس. لو موتك جه وانت في لحظة ذنب خلوة، هتقابل ربنا بإيه؟ بدمعتك ولا بإصرارك؟ بتوبتك ولا بسكوتك؟ قرار بإيديك، فرصة لسه في عمرك. اكتب في الكومنتات: اللهم طهر قلبي وحصن فرجي واغفر ذنبي. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتابعني على الصفحات اللي هحطها قدامكم دي. السلام عليكم.